سميت عرفة عرفة بسبب حدث حصل بين الخالق جل جلاله الله وبني آدم كله. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. طيب إيش علاقة الحدث بعرفة؟ هذا مجمل بينها النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله مسح على ظهر آدم بوادي نعمان. وادي نعمان هو عرفة. فمسح شق ظهر آدم الأيمن فأخرج ذرية أمثال الذر من الكثرة، ومسح على شق ظهره الأيسر شمال فأخرج ذرية أمثال الذر، ثم خاطب ذرية آدم وآدم معهم وقال: ألست بربكم؟ فنطقوا جميعا وقالوا بلى. فصار المكان تعريف الخالق نفسه لخلقه في هذا المكان، فعرف الخالق أول بقعة على وجه الأرض عرف الخلق فيها الخالق عرف، واضح؟ ثم في عرفة تعارف الخلق فيما بينهم، فتعارف المؤمنون تعارفت أرواحهم، فتعارفت الأرواح فيما بينها من روح آدم عليه السلام إلى آخر روح تدخل الدنيا، أرواح صالحين. وتعارفت أرواح الكفر والفجر والفاسقين أيضا من أول روح إلى آخر روح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها وين؟ في عرفة يوم مسح الله على ظهر آدم. ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فتجد بعد نفخ الأرواح في الأجساد يلتقي شخصان، أول مرة يلتقيان فإذا به كأنه يعرف. تحصل لكم؟ يا أخي وين شفتك؟ والله كأني شايفك فين؟ الروح عرفت الروح من أيام خلق الإنسان. وآخر اثنين خرجا من بطن واحد وعاشا في بيت واحد، هذا ما يطيق هذا أخوان ولا يحبه، وخرجا من بطن واحد. أرواحهما متناكرة، واحد روحه من الشمال والثاني روحه من الجنوب من اليمين. واحد روحه من أصحاب الشمال، الشق الشمالي لآدم، الشق الأيسر، والثاني من الشق الأيمن، أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. واضح؟ إذن سميت عرفة أيضا لتعارف الأرواح فيها، هذا السبب الثاني. السبب الثالث قيل سميت عرفة عرفة لأن آدم وحواء ازدلفا في مزدلفة، يعني تقاربا ولم يعرفها ولم تعرفه، مشيا فتعارفا في عرفة، فتعرف عليها وتعرفت عليه بعد السقوط من الجنة في هذا المكان. أيضا اعترفا في عرفة بما حصل منهما في الجنة، والاعتراف هو الكلمات التي تلقاها آدم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هذه الكلمات تلقاها آدم في عرفة، وتاب الله على آدم في عرفة. طيب ما هي الكلمات؟ هي قول الله عز وجل قال لهو آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا. اعتراف ولا لا؟ اعتراف. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فأصبح كل من جاء لعرفة معترفا بذنبه يغفر له. طيب لماذا خصص النبي صلى الله عليه وسلم عرفة بالحج وقال الحج عرفة؟ هذا رد أولا على قريش، لأن قريش تطلق على نفسها الحمص ولها تشريعات خاصة بنفسها. سكان مكة قريش وخزاعة وغيرهم ممن سكنوا مكة اتخذوا لأنفسهم شريعة خاصة، قالوا نحن أهل الحرم ولا يمكن نتساوى مع الناس العاديين غير أهل الحرم، نحن جيران بيت الله لنا أحكام خاصة. طيب إيش أحكامكم يا جيران بيت الله؟ قالوا أولا لا يطاف بالبيت إلا بملابسنا، فمن جاء من بلده بملابسه الله لا هنا يفسخ ملابسه ويطوف عريان، أو يجي الواحد منا يشتري منه أو يأجر منه أو يستعير منه. يا سلام، شفت دكتاتوري؟ غير ثياب الحمص ما يطاف بالبيت. طيب الحمص كم عددهم وثيابهم كم والحجيج كم؟
فالأول من جاء من الحجيج يشتري أو يستأجر من الحمص ثيابهم، يصير الثوب يؤجر غالي عشان يطاف به، وإذا فسخه يجي الثاني يستأجر من بعده، ومجموعة قاعدين ينتظروا تنتهي هذه المجموعة عشان تفسخ ثياب الحمص ويأجروها من عندهم. الرجال يعطون الرجال والنساء يعطون النساء. وهذا استمر إلى بعد الإسلام، واستمر إلى السنة 9 من الهجرة، وهذا الحكم معمول به. حتى إن واحدة من العرب مسكينة ليست من الحمص جاءت متأخرة ووجدت يعني ملابس الحمص النساء كلها قد أخذت، دورت يمين يسار ما لقت ولا رقعة، وهي مستعجلة جاية مع رفقة، تجردت من ثيابها كلها ودخلت الحرم ما عليها شيء، ما هي لابسة شيء، ولكنها شاعرة، حطت يد قدام ويد وراء، سدت القبل والدبر، وأخذت تقول اليوم يبدو كله، اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. يعني غمضوا رؤوسكم، غمضوا عيونكم يا رجال ويا نساء، ترى كل شيء يبدو اليوم. هذه كانت شريعتهم. أيضا من شريعتهم أنهم لا يخرجون من الحرم إلى الحل. يقول نحن قريش احنا أهل الحرم لا نخرج من الحرم إلى الحل. الحل وش هو؟ عرفة. فيقفون بمزدلفة ويأتي الناس كلهم يتجمعوا في عرفة من غير قريش، ثم يأتوا فيجتمعوا ويختلطوا مع قريش، ثم قريش تقودهم إلى منى، يعني زعامة على الفاضي. واضح؟ فنزل قول الله عز وجل ثم أفيضوا يا قريش من حيث أفاض الناس. شرع الله ما في خصوصيات. وبعدين سواء العاكف فيه أنتم يا قريش والباد اللي جاي من برا، كل من جاء يطوف بثوب، بالنسبة للرجل إزار ورداء إن شاء الله جايبها من الصين، والمرأة تطوف بملابسها بشرط ألا تغطي وجهها وكفيها. شرع الله سواسية.